الموقع ده لازم تعرفه لو عايز تعمل دخل بالدولار وانت نايم. في الاول لازم عشان تستخدمه تكون جرافيك ديزاينر، فلو انت مش كده اكتب لي في الكومنتس تحت تفاصيل وانا هبعت لك كورس مجاني هيعلمك ازاي تكون جرافيك ديزاينر. وفي اخر الفيديو هقول لك على طريقة سهلة جدا ممكن تعمل بيها تصميمات لو انت لسه مبتدئ، وكل اللينكات موجودة في اول كومنت. الموقع ده هو كرييتيف ماركت. وقبل اي حاجة خليني اوري لك انا بكسب منه كام عشان تقتنع ان دي طريقة حقيقية ومش زي معظم الفيديوهات. الموقع ده تقدر تعرض عليه كل شغلك من اول ايقونات لحد تصميمات المواقع والتطبيقات، وبتاخد هامش ربح من المبيعات بتاعتك 70%. الموقع هو اللي بيهندل كل حاجة من أول عرض المنتج بتاعك وتسويقه لحد بيعه واستلام فلوسه. بس خد بالك في الأول لازم عشان تسجل على الموقع ده يكون عندك بورتفوليو. البورتفوليو ده لازم يكون فيه مش أقل من 10 حاجات. السؤال هنا لو انت لسه مبتدئ واتعلمت من الكورس اللي انا هبعته لك، لو كتبت تفاصيل في الكومنتس هتعمل 10 حاجات دول ازاي؟ هي دي الطريقه اللي قلت لك هقول لك عليها في اخر الفيديو. هتروح على موقع freepik.com. الموقع ده عليه قوالب جاهزة سواء فري أو بيد في كل أنواع مجالات الجرافيكس. يعني لو مثلا أنت عايز تعمل سيفيهات فقط على موقع كريتيف ماركت هتروح على موقع فري بيك وهتسيرش على السيفيهات، هتلاقي سيفيهات كتير جدا محطوطة تقدر تبتدي تستخدمها في تصميمك. بس خد بالك أنت ما ينفعش تستخدم التصميم ده زي ما هو موجود كده. يعني ما ينفعش تنزله وتحطه على كريتيف ماركت أو تحطه على البورتفوليو بتاعك. فالطريقة هنا إن كل 3 حاجات تطلع منهم حاجة جديدة. يعني كل 3 سيفيهات من اللي قدامك دول هتقدر انك تطلع منهم سي في جديد مختلف خالص عن ال3 دول. الطريقة دي مش محتاجة منك اكتر من انك تعرف الاداة اللي هتستخدمها علشان تعرف تعمل اديتنج على ال3 سيفيهات دول. طيب ازاي موقع كرييتيف ماركت هيشوف ال10 حاجات دول؟ هتروح على موقع زي بيهانس وتعمل فري اكاونت هناك وتحط عليهم ال10 ايتمز بعد ما تعملهم، بعد كده تروح تقدم على كرييتيف ماركت. بيردوا عليك خلال 24 ساعة وبيكون ان شاء الله بالقبول، وبتفتح ستور هناك وتبتدي انك تعرض ال10 حاجات اللي انت حطيتهم على البورتفوليو بتاعك هناك. وحاول انك كل يوم تحط مش اقل من 5 ايتمز هناك، وخلي سعرك رخيص علشان تتباع كتير. ومع الوقت هتبتدي انك تطور في مهارتك وتعمل حاجات شكلها احسن ومبيعاتها تبقى اقوى. يلا سلام.